السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما خلص مؤتمر جلال مازن، معانا كل الناس بتسأل على قنبلة الحفل. مين الراجل دون، او عايزين يعرفوا اسمه. طبعا هو يعني غني عن التعريف ونجم النجوم، مفيش مشاكل، بس كنت عايز ادري قبل ما اوريه لحضراتكم، بس هم كانوا عايزين يعرفوا الاسم عشان طبعا احنا نعتبر يعني من احد اعلام السويس وكده. هو كان حاضر بصراحه قنبله، وبقول لاستاذ جلال مازن احسنت الاختيار. الصوت، حتى الصوت انا بحسبه والله تبع القران او كده اول ما دخلت، فاهمني. بسم الله ما شاء الله، صوته جميل وبشهاده الناس كلها. انا اعتقد ان انتوا شفتوه. فنقول مين اللي كان في الحفل، تعالوا بينا نعرفكم بيه، وهو بذات نفسه هيتكلم. الاستاذ الدكتور حسين حسني، المذيع في قناة الغد ومدرس الإعلام في مدينة الثقافة والعلوم. أولا أنا سعيد جدا وأشعر بالفخر، وأنا كنت أتحدث في مؤتمر حزب حماة الوطن اليوم في مدينة السويس. في الحقيقة مدينة السويس لكي تتحدث إلى أهلها لها خصوصية ولها طبيعة لوحدها، لأنه هذه هي المدينة التي علمت مصر البسالة، هذه هي المدينة التي علمت مصر معنى البطولة. فالذي يتحدث إلى أهل السويس لابد أن يقرأ عن تاريخ المدينة أولا، لابد أن يقرأ عن تاريخ بطولات أهل هذه المدينة. لذلك خلال التقديم أنا قلت لهم، وكنت صادقا عندما قلت من يتحدث إلى أهل السويس لا يكتفي بأن يقول لهم يا أهل السويس، لا، لابد أن يقول لهم يا أهل السويس الأبطال، لأنهم أبطال بحق ولأنهم عظماء بصدق. الحفاوة التي استقبلنا بها أهل السويس اليوم هي ليست حفاوة غريبة عليهم. فأهل السويس الأبطال التقيت بهم أكثر من مرة، في كل مرة أجدهم كما هم، أجدهم أهل كرم وفضل ومروءة وشجاعة، يكرمون الضيف أشد كرم، ويرحبون بكل ضيوف المدينة الباسلة. لذلك أنا أدعو كل أهل مصر بأن يزوروا مدينة السويس الجميلة وأن يلتقوا بأهلها الأكثر جمالا ومروءة وشجاعة. بصراحة الراجل ده يا جماعة أنا مش عارف بصراحة. بسم الله ما شاء الله على الإلقاء وكده واللغة العربية زي ما احنا شايفين. فأنا عايز أسأله سؤال، أنت لما ادعيت لمؤتمر زي كده للأستاذ جلال مازن، طبعا هو عالم من أعلام السياسة في السويس وكده، كنت تتوقع إن أنت هتلاقي الحشد الرهيب دون؟ والنهارده يعني في الحقيقة يعني ما شاهدناه لم يكن مجرد، كان في توقع من حضرتك أو لم يكن مجرد من أجل توعية الناس بأهمية المشاركة في الانتخابات البرلمانية، انتخابات مجلس النواب في مصر في المرحلة الثانية. هذه كانت تظاهرة كبيرة في حب الوطن، في حب مصر. كل على الحشد الرهيب اللي انت شفته. الحشد يعني من المرات النادرة التي أجد فيها حشدا كبيرا كهذا، والتي أجد فيها حشد يشهد هذه التظاهرة من الحب، لأن هناك فرق كبير جدا بين حشد لمجرد الحشد وبين حشد من الناس اجتمعوا على الحب. الفارق كبير جدا. أعتقد بأنه ما شاهدناه اليوم هو من الحشودات التي لا تتكرر كثيرا. أهم ما يميز هذا الحشد الكبير هو أن هؤلاء الناس اجتمعوا على حب الوطن. زي ما انت شايف حضرتك، انا اسف لمقاطعة كلام حضرتك، من كل زي ما تقولوا يعني طوائف الشعب. لقيت يعني انا وجدت طبعا الناصر والفلاح وجدت كل الوان الطيف. ليس فقط السويسي ولكن كل الوان الطيف المصري. اليوم نحن شاهدنا اساتذه في الجامعات، التقينا بنواب سابقين في مجلسي الشيوخ والنواب، وأيضا نواب حاليين في مجلس الشيوخ. المرأة
السويسية تحية لها كبيرة، لأنها كانت حاضرة بقوة في هذا المؤتمر الجماهيري. أيضا شباب وشابات السويس، أنا كنت معجب جدا بحجم الوعي لدى هؤلاء الشباب، وأنا بعتقد بأن هذا الوعي تشكل على مدار السنوات القليلة الماضية، لأنه مصر كانت سباقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في استضافة منتديات الشباب العالمية الكبرى التي تم تنظيمها على أرض مصر، وشارك فيها شبان من كافة أنحاء العالم. فالشباب المصري شعر بأن هناك رسالة من القيادة السياسية المصرية للشباب المصري: لابد أن يكون لكم صوت، لابد أن تكونوا حاضرين في المشهد. لذلك نحن لم نتعجب عندما رأينا في عصر الجمهورية الجديدة، رأينا شبانا وشابات، رأيناهم نوابا للوزراء، رأيناهم نوابا للمحافظين، رأيناهم حاضرين بقوة في مجلسي الشيوخ والنواب، وفي العديد من المواقع التنفيذية المهمة والمؤثرة جدا داخل جمهورية مصر العربية. بنشكر حضرتك الإعلام الكبير الأستاذ زي ما أنت قلت أستاذ حسين حسني، أعتقد ما صح كده؟ أستاذ حسين حسني نجم قنوات الغد والحدث، أعتقد الغد فقط، نجم قناة الغد، وكان حديث الناس. وطبعا أنا بحسده لأن خد أغلبية المعجبين وكده والتصوير. كنت أتمنى إن حضراتكم تكونوا معانا وتشوفوا مدى الحفاوة بالاستاذ حسين نجم الاعلام الكبير نجم قنوات الغد. بنشكر حضرتك استاذ حسين في مدينه السويس، ونتمنى نشوفك في مرات قادمه ان شاء الله. ده انا يسعدني ويشرفني طبعا، ويسعدني ايضا ان انا التقي اهل السويس عندما يزورون القاهره. بالطبع ساكون سعيد جدا باستقبالي. حبيبي، كان مع حضرتك حاجه كده في السويس على قدنا اسمها الكره مع نصر الغرب. احنا محتوانا رياضي بس. استاذ جلال مازن نروح له لو هنقطع